ازيكم يا أصحابي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. تعالوا نرسم الصليب مع بعض. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. زمان خالص يا أصحابي كان في بركة اسمها بركة بيت حزدة، والبركة دي كان ليها 5 مداخل، وكان قاعد عند كل مدخل للبركة دي ناس كتيرة قوي، اللي مش قادر يشوف واللي مش قادر يتحرك واللي مش بيعرف يتكلم كويس وغيرهم ناس كتيرة قوي. كان من ضمن الناس دول يا أصحابي واحد قاعد عند البركة دي بقاله 38 سنة، تعبان ومش قادر يتحرك. لكن كان في ملاك بيجي يا أصحابي بيحرك المية دي، وأول واحد كان بينزل بعد ما الملاك بيحرك المية كان بيخفف الحال من أي وجع أو مرض. بس المخلع ده ما كانش عنده أي حد يساعده إنه ينزل المية، وده اللي كان مخليه مش قادر يخف وعلى طول تعبان ومستني حد يساعده. وفي يوم من الأيام يا أصحابي بابا يسوع كان معدي على البركة دي وشاف المخلع قاعد، فسأله وقال له: أنت عايز تخف؟ رد عليه المخلع وقال له: ياه، عايز أخف؟ يا ريت، ده أنا قاعد هنا السنين دي كلها مستني بس حد يجي ينزلني في المية. رد عليه بابا يسوع وقال له: يلا قوم وشيل سريرك وامشي. فرح قوي المخلع وفعلا قام واتحرك وشال سريره وقال: أنا خفيت، أنا بتحرك. والناس استغربوا قوي من اللي حصل ده، وبابا يسوع راح بعد كده وقابله وقال له: ما تعملش حاجات وحشة تاني، وتوب واوعى ترجع للخطية مرة تاني. وبكده تكون خلصت قصتنا يا أصحابي. استنوا الفيديو الجاي. باي باي.